مساء الفل. انا دلوقتي في مطار الملكة علياء في عمان، رحلة الساعة 8:30 مساء ان شاء الله وعلى القاهرة. اشوفكم تاني في القاهرة باذن الله. انا هعمل بقى زي اليوتيوبرز واقفل كده. اهلا بيكم في القاهرة، معاكم الدكتور شريف حمدي المزيكاتي من القاهرة، وتحديدا من مكتبي في حدائق القبة. انا رجعت المكتبي اللي وحشني جدا، البيانو بتاعي اهو والاورج بتاعي اهو وادي الكرسي بتاعي وده مكتبي واللابتوب، وهقعد اشتغل دلوقتي وجاي متشوق جدا جدا اني ابدأ في تحليل اغنية العاشق الهايم، تحفة فنية رائعة. تعالوا بقى نصلي على النبي ونبدأ مع اول حلقة تحليل. يلا بينا. انا متضايق، يرضيكوا كده؟ اول يوم اوصل في مصر واقعد متضايق كده وحاطط ايدي على خدي. انا متضايق جدا، الاغنيه قصيره قوي، حلوه 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 بس قصيره. انا ما بلحقش اسمع سعد، عايز اسمعه تاني. انا لا مش زعلان من سعد، سعد ماله مال الكلمات. انا حد يزعل من حبيبه؟ انا زعلان من الشاعر الكبير كريم العراقي. ايش ما كانش يسمع كريم؟ فين الكلمات؟ انا كتبت الكلام اهو، الاغنيه بتخلص بسرعه. 5 أبيات ونص، طب خليهم 6. يقول العاشق الهايم انا لاهل الهوى حاكم. داخل كوبليه وبيتين التانيين كوبليه تاني، يبقى كوبليه 1 وكوبليه 2، كل كوبليه بيتين، اللي هو الكوبليه يقول العاشق، والكوبليه التاني اللي اوله غزاله. في النص بينهم بقى بيت ونص، هبقى احللهم لكم بعد كده لما نيجي عندهم، يعني 3 شطرات اللي هم السينيو اللي بيتعاد كل شويه، اللي هو وحس قلوبنا ترقص. بس مشروع. الاغنيه عظيمه بس صغيره قوي. مما اضطر كريم بنيسة المخرج العبقري الجميل، ما هو مغربي بقى، عبقري جميل دماغ راخر. الاغنيه عامله بالظبط كده 2 دقيقه و50 ثانيه، ده الاغنيه من اول ما بدات الموسيقى لحد ما خلصت. فكريم بنيسة عشان يطولها شويه ما لحقتوش تشبعوا من غنى سعد، على الاقل اسمعكم صوته في الكلام، ما هو صوته في الكلام حلو برضه. راح اعمل له مشهد في الاخر جوه السياره، طب وبالمره استعرض لكم امكانياته التمثيليه، راح حاطط له مش الاستعراضيه كانت طول الاغنيه، التمثيليه. راح حاطط له مشهد في الاول وهو داخل الغرفه وانتصر جوه الغرفه وخرج لابس ملابس البطل. المهم يعني هحكي لكم الكلام ده بعدين. دي عبقريه من المخرج ومن فريق العمل كله. زود بالظبط كده 1 دقيقة و28 ثانية، حط 1 دقيقة و28 ثانية عشان يصبح الاجمالي كله 4 دقائق و18 ثانية. ليه تحطنا في المأزق ده يا عم كريم؟ احنا كنا عايزين نسمع النجم بتاعنا بيغني. وزالة تمرح وتلعب وانا المتولع المعجب. هتقولوا لي ده افاد الاغنيه انها تبقى قصيره وخفيفه وسريعه وحلوه. اقول لكم لا، ده مع اي مطرب تاني. مع سعد نسعد اكتر لو زاد كوبليه، لان نفسنا كل كوبليه سعد بيقوله حتى لو كان على نفس اللحن، يعني المؤلف بيغير الكلام بس كنا عايزين منك 200 شعر بس يا كريم، وبنركبهم احنا على نفس اللحن، يبقى كده اللحن ما اتغيرش. بس هنا سعد بقى بعبقريته ومعاه كلمات جديده بيديها تعبيرات جديده من وشه ومن احساسه، فبيعمل لنا روعه وبهجه ما نلحقش نشبع. ما حدش يشبع من سعد. هخش في الموضوع على طول. الاغنيه كلمات الشاعر الكبير المحترم اللي بخل علينا المرة دي الأستاذ كريم العراقي. الأغنية توزيع جلال الحمداوي الموزع المغربي الرائع اللي عمل أنت معلم طبعا. إخراج المخرج الجميل العبقري اللي أنا سعدت جدا بمقابلته هنا في القاهرة، كريم بنيس. والإشراف العام على الأغنية للأستاذ خالد أبو منذر. الأغنية عشان خاطر الناس اللي بيدوروا عليها على قناة سعد ومش لاقيينها وبيسألوا هي فين، هي على قناة جديد ميوزك، وأكيد طبعا هتبقى من إنتاج القناة. نخش بقى في التفاصيل الفنية اللي تخصني أنا. الأغنية في سلم مي ماجور. مي ماجور ده اسم غربي خالص، أيوة مسلم مي ماجور بالعربي هو عندنا في الموسيقى العربية، يعني هذا المقام مشترك ما بين الموسيقى الغربية والموسيقى العربية. في الموسيقى العربية اسمه مقام العجم
المصور على درجة البوسلك. فاحنا نقول ايه؟ عجم بوسلك. ايه بوسلك دي؟ الناس سموا نغمة المي بوسلك، بيقولوا ان ده اختصار او دمج تطور من كلمة بوسة لك. فبقى بوسة، فنغمة المي كانوا مسمينها العرب بوسة لك، وفي الاخر بقت بوسة لك، فبقت نغمة البوسلك. انت معلم، انت معلم. فالبوسة اللي هي دي المي دي البوسلك، المي اسمها نغمة البوسلك في الموسيقى العربية، وفي الدوري مي اسمها مي، وفي الاي بي سي طريقة الاي بي سي اسمها الاي. مقام رائع، مقام كده تحط ايدك على فكرة سعد اعتقد، مش متأكد قوي، بس اعتقد ان سعد لم يغني في مقام عجم البوسلك ده خالص. اسمع المقام كله اهو. يتكون من جنسين، الجنس الاساس هو جنس العجم على البوسلك اهو 4 نغمات تا 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 تا. الجنس الثاني للمقام يبدأ من نغمة السي، وهو ايضا جنس عجم، يبقى جنس عجم على درجة السي اللي هي في الموسيقى العربية ايه؟ الماهور. لا مش هامور، انتوا جعانين. ماهور، الماهور اللي هي نغمة السي، دوري مي فا صول لا سي، هي السي اخر نغمة في السلم. في الموسيقى العربية اسمها ماهور، وفي طريقة الاي بي سي اسمها البي، حرف البي، واخد حرف البي. لا 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 لا، يبقى ادي المقام كله على بعضه. لا 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 لا. وسعد طبعا خده رايح جاي بجواباته بقراراته بسلطاته ببابا غنوج، وعمل كل حاجه وما شاء الله متعنا، بس ما لحقناش، كنا عايزين كوبليه كمان، ما علينا. انا هفضل زعلان كده من كريم العراقي. اسمعوا بقى الاغنيه. يقول العاشق الهايم، انا هقولها لكم بالراحه عشان بس ايه نفهم الكلام ونشوف سعد عمل ايه. ما هو سعد عمل مصيبه هنا في اول سطر، عمل مصيبه. يقول العاشق الهايم اماله للهوى حاكم. يقول العاشق الهايم انا لاهل الهوى حاكم. دخيلك ارحمي قلبي انا يومين ومش نايم. دخيلك ارحمي قلبي انا يومين ومش نايم. الله الله الله. هو بصراحة أنا مش عايش في المود الخليجي قوي. أنا حسيت إن البيت الأول لغة عربية فصحى. يقول العاشق الهائم أما لأهل الهوى حاكم. أنا حسيت إنه كده، ولكن يمشي خليجي. لو قلنا يقول العاشق الهائم ماشي، أما لأهل الهوى حاكم ينفع خليجي. دخيلك ارحمي قلبي، دخيلك دي لبناني شامي شوية بس ماشي. ارحمي قلبي تنفع خليجي. انا يومين ومش نايم، ومش نايم دي مصري. انا بقول لكم وجهة نظري في الكلمات، اللي يزعل يزعل واللي ينبسط ينبسط، وفي الاخر الحالة على بعضها طبخة. اعتبروا ان الشاعر كريم العراقي وهو بيكتب الكلام او بينظم النظم الجميل ده كان قاعد في جامعة الدول العربية. يقول العاشق الهايم انا لاهل الهوى حاكم. يقول العاشق الهايم. انا المود خليجي بالمناسبة على فكرة. طبعا هي الاغنية خليجي عشان الملحن الموسيقار الدكتور طلال خليجي، لكن الموزع مش خليجي، ده الموزع جلال الحمداوي مغربي عالمي، فما ادكش ايقاع الخليجي. هنتكلم عن ده يا جماعة. لا الاغنيه هتاخد اكتر من 3-4 حلقات، احنا احتمال نوصل ل 30 حلقه. هنتكلم عن ده بعدين، في ابداع كتير غير الكلمات. يقول العاشق الهايم انا لاهل الهوى حاكم. دخيلك ارحمي قلبي انا يومين ومش نايم. الله. تعالوا بقى نشرح الكلمات كده بسرعه. يقول العاشق الهايم اما لاهل الهوى حاكم. انتم ملاحظين ان اما ده سؤال ولا مش سؤال؟ أما لأهل الهوى حاكم سؤال ده ولا مش سؤال؟ شفتوا علامة الاستفهام؟ طب سمعتوا علامة الاستفهام في صوت سعد؟ هخليكم تشوفوها وتسمعوها. استفهام مع تعجب، مع استنكار كده، يعني استغراب. ايه ده في ايه؟ هو بيقول يقول العاشق الهايم أما لأهل الهوى. مين هم أهل الهوى؟ المحبين، رجال ونساء. المحبين أهل الهوى دول ما لهمش حاكم، ما لهمش كبير أكلمه. الراجل فاض بيه بقى
اكلم مين يعني؟ الحب بقى عمل له حاله من الجنون بقى. اكلم مين؟ يقول العاشق الهايم انا لاهل الهوى حاكم. مفيش حاكم يحكم الدنيا دي يجيب لي حقي. فاهمين؟ يبقى ايه؟ يقول العاشق الهايم امال اهل الهوى حاكم. مفيش حاجه، مفيش ريس. يقول العاشق الهايم انا لاهل الهوى حاكم. دخيلك ارحمي قلبي. خلاص ما هو مش لاقي ريس بقى، فبيقول لها والنبي عشان خاطري ارحميني ارحمي. وايه ترحمك ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه مالك؟ عملت لك ايه؟ فمن ساعة ما شاف رمشها، من ساعة ما شاف عيونها، وعيونها دي مهمة عشان هو في الكوبليه اللي بعد كده قال غزالة، والغزالة عيونها حلوة، وعلى فكرة الموديل اللي جايبينها له تمثل فعلا كانت عينيها حلوة. يعني مواضيع كده مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، مفيش وقت. أنا يومين ومش نايم. دخيلك ارحمي قلبي انا يومين ومش نايم. يبقى بقاله يومين ما نامش من ساعة ما شاف رمش عيونها، فعشان كده بيقول لها ارحمي قلبي، عشان المحبين دول ما لهمش حاكم، فأنا بشتكيكي منك ليكي. كلام جميل قوي والدنيا حلو. عبقرية سعد، عبقرية سعد انه يورينا نشوف كده بعينينا علامة الاستفهام وعلامة التعجب. كلنا نعلم ان، لا مش كلنا، يعني اللي متابعني بس هو اللي عارف ان الوقوف على الدرجة الخامسة في المقام يعطي إيحاء بعدم النهاية وعدم الارتياح. وبعض الكتب الكبيرة جدا كتب معاجم تقول ويعطي إحساس بالسؤال. يبقى لما بقف على الدرجة الخامسة في السلم بعطي إحساس بالسؤال، إن الجملة مش بس قافلة نصفية، يعني أنا واقف في نص الأغنية ولسه ما انتهتش، لا وفيها سؤال. تمام؟ ده طبعا يعلمه جيدا الملحن الله يرحمه الدكتور طلال. وبالتالي أما لأهل الهوى حاكم راح حاطط علامة الاستفهام على درجة المهور اللي قلت لكم عليها اللي هي السي. ما هي مي فا صول لا سي، على درجة السي راح عامل علامة استفهام كبيرة. وراح الملحن عامل ايه؟ أما لأهل الهوى حاكم. ينفع كده؟ كان ينفع يقول ايه؟ أما لأهل الهوى حاكم. ينفع كده يبقى سؤال؟ لا دي قفلة. فراح قال ايه؟ أما لأهل الهوى حاكم. وقف على مين اللي عمل ده؟ ده إبداع مين؟ الملحن. سعد ما ابدعش هنا في حاجه، سعد هيبدع اهو، هيحط لك علامتين استفهام بصوته. علامتين استفهام، اي والله العظيم حط علامتين استفهام بصوته، وانا بحلف بالله العظيم وهوريهم لكم وهخليكم تشوفوهم بعينيكم. علامه استفهام حمراء كده كبيره وانتوا بتسمعوا بودانكم بس. بصوا، امال اهل الهوى حاكم، الملحن يعملها كده، سعد بقى يروح عامل ايه؟ قال لك أما دي لوحدها، اللي هي أداة الاستفهام نفسها. أما لأهل الهوى حاكم. تاني حط لك علامة استفهام أما لأهل الهوى حاكم. تعالوا نسمعها من سعد. يقول العاشق الهايم أنا لأهل الهوى حاكم. تعالوا أنا عايز أقولها. يقول العاشق الهايم أما لأهل الهوى حاكم. الله. يقول العاشق الهايم أنا لأهل الهوى حاكم. صعد الموقف بقى عشان يترجاها فبيصرخ. يصرخ راح عالي كمان تون، فبدأ من الدرجة السادسة بعد ما قفل على الخامسة الاستفهام اهو. دخيلك ارحمي قلبي. ارحمي قلبي، الرجاء والرحمة ينزل ولا يطلع تاني؟ لا ينزل. دخيلك ارحمي قلبي أنا يومين، بيديها بقى المبررات. دخيلك ارحمي قلبي أنا يومين ومش نايم. أنا هنا رأيي إن كان بس سعد طبعا ما قدرش يحذف الواو عشان كريم العراقي بيعتز قوي بكل حرف. كان واضح إنه بيدينا بالقطارة، يعني بيدينا الكلام بالقطارة. حرف الواو أنا يومين ومش نايم، لو كان شال الواو أنا يومين مش نايم، خلاص يومين مش نايم من الحب ملهاش لازمه حرف. ده رايي انا خلاص. بس طبعا بما ان شركه الانتاج دفعت كتير لكريم العراقي في 5 أبيات ونص يا راجل، 5 أبيات ونص، فمش عايزين يشيلوا ولا كلمه ولا حرف من اللي كتبوا، دافعين فلوس كتير، فقالوا لسعد ما تشيلش ولا كلمه ولا حرف، عايز تزود انت من عندك زود بس ما تشيلش. فراح ايه؟ انا شايف ان الواو هنا زائده. دخيلك ارحمي قلبي أنا يومين ومش نايم. المهم انا كفايه كده النهارده،
كفايه بجد، عشان انا تعبت ومنفعل اصلا ومتوتر وضايق ان كنت عايز اسمع الاغنيه اطول من كده شويه. كمان كوبليه زياده ما كانش هيأثر، كان هيفيد. بحبكم، اشوفكم على خير.